بيخونك وبيرميك على السلم وبيمرمطك وبيكلم بنات على الواتس وبيخونك مع جارتك، عايزه ايه تاني؟ مستنيه يحصل فيكي ايه تاني؟ انا جوزي بيتني على السلم وشفت شات الواتس بتاعه، لقيته يعرف واحده ومش عارفه اتصرف ازاي. هحكي لك القصه كامله عشان تقولي لي اتصرف ازاي يا اميره، عشان انا مش عارفه اتصرف خالص وبحبه وما اقدرش اسيبه، وما اقدرش كمان ان انا اطلب الطلاق لان انا بحبه جدا. ومن الاخر كده انا اللي فضلت وراه لحد ما خليته يتجوزني. القصه بقى ابتدت لما في مره من المرات جوزي قال لي انا رايح مع اصحابي نغير جو شويه في السخنه. قلت له طب ما تاخدني معاك، ده انا قاعده في البيت لوحدي ومش لاقيه حاجه اعملها. بالمناسبه احنا بقالنا 5 سنين متجوزين وانا مخلفتش منه، وده رغبه منه هو. انا لو عليا عايزه اخلف، لكن هو رافض تماما الخلفه وبيقول لي احنا لسه صغيرين على الهم ده. لما رجع كان على غير العاده، كان مبسوط جدا وبيضحك فرحه مش سايعاه، وكان مزاجه حلو قوي لدرجه ان انا استغربت وقلت له انا لو اعرف خروج مع اصحابك هيظبط كده مودك ويخليك كده مبسوط ومش مكشر ومش قاعد مكشر ومتضايق، يا سيدي روح كل شهر مع اصحابك واخرج وتفسح. راح قال لها انا نويت ان انا اعمل كده كل شهر كده، قررت ان انا اخرج مع اصحابي ونتفسح ونسافر سوا. وانا الوهله يا اميره سكت، وانا اصلا كنت بقوله كده بهزار، اللي هو يعني خلي عندك شويه دم كده بعد كده تبقى تاخدني معاك. لقيته ما صدق. المهم دخل عشان ياخد شاور، قلت لما اقلب في الموبايل بتاعه كده علشان فرحته الاوفر دي مش مريحاني خالص. وانا بقلب في الموبايل بتاعه كده بالصدفه شفت صوره واحده محجبه في الصور اللي هي المحذوفه. هي دخلت على الاستوديو ودخلت على الصور العناصر اللي هي محذوفه، مش على الصور نفسها اللي على الاستوديو الجاليري نفسه، لا هي دخلت على الصور المحذوفه. دخلت على الصور المحذوفه وشفت صوره واحده محجبه وسنها حوالي 22-23 سنه، وانا عندي 32 سنه. المهم اما شفت الصوره قعدت اعيط وما قدرتش بصراحه ان انا اتمالك اعصابي او ان انا اخبي لحد ما اعرف ايه الموضوع. فهو طبعا خرج من الحمام لقاني عماله اعيط وعماله اصوت، راح جه وقال لي ايه ده، في ايه، انت عامله كده ليه، ايه اللي حصل؟ رحت قلت له اتفضل شوف انا لقيت ايه على موبايلك. راح اتخض كده وراح مبرق وقال لي الصوره دي مش بتاعتي، معرفش جت ازاي على الموبايل. قلت له يعني ايه جت ازاي؟ وطبعا انا عماله اصوت. راح جايبني من شعري وقال لي انت ازاي اصلا تدوري في الموبايل بتاعي وازاي تعملي زي كده؟ انا سمحتلك انك تفتحي الموبايل وتدوري فيه من ورايا؟ ده انا هربيكي على اللي انت عملتيه ده. بالمناسبه وشي كله انا عملته MN، انتوا متخيلين؟ بصوا الكفر بتاعه. يلا نكمل. هستخدم روج ميه سينما كتنت واحط منه برضو شويه كشادو فوق عينيا. المهم راح مسكني رقعني حته علقه وراح مطلعني رميني على السلم وراح حادف لي هدومي وقال لي يلا يا كلبه من هنا، انا اصلا مستحملك بالعافيه. بصراحه كده يا جماعه انا مش عايزه اخرب على نفسي وعايزه اصلح الدنيا. المهم فضلت بايته على السلم ومرضتش ان انا اروح بيت اهلي ولا اقول لهم، علشان لو قلت اهلي مش هيسكتوا طبعا على الكلام ده وممكن اتطلق فيها، وانا مش عايزه اتطلق وعايزه اعيش معاه، يمكن ربنا يصلح حاله ويتعدل، وكمان نفسي اخلف منه يمكن بعد الخلفه يتعدل. انا مش عارفه ازاي انت تفكيرك كده، بس انا من كتر ما انا مصدومه من الرساله مش عارفه ارد عليك اقولك ايه. انا قلت لازم اعملها في فيديو. المهم وهو رايح الشغل الصبح راح لقاني قاعده على السلم، راح قال لي هو انت لسه قاعده على السلم ما روحتيش بيت اهلك؟ قلت له لا انا ما اقدرش اروح بيت اهلي، واكيد ده كان سوء تفاهم بينا، احنا محتاجين نتكلم مع بعض اكتر علشان خاطر ما ينفعش الموضوع يوصل بينا لكده، احنا بينا حب كبير وبينا 10 5 سنين وما ينفعش ان الموضوع يوصل لناس بره. يعني انا خلاص انا اتاكدت ان انت مالكش دعوه بالصوره دي، انت اصلا بتحبني
وقعدت ان انا يا اميره اراضي فيه وحايل فيه، وراح اقتنع وقال لي خلاص ادخلي البيت واعملي لي بقى اكله حلوه لما اجي، ده انا وحشني اكلك، وما تنسيش بقى تلبسي لي حاجه حلوه كده لما اجي، وعايزين نسهر مع بعض. وخلاص وعدى الموضوع ده وكأن مفيش اي حاجه حصلت، وانا تخاضيت عنه عشان انا مش عايزه اخرب بيتي. ازاي تستحملي تعيشي مع واحد بالاخلاق دي؟ بغض النظر عن انه خانك، هو مسكك رقعك علقه وبيتك على السلم، ازاي بعد كل اللي عمله فيكي ده ترجعي له؟ المهم، انتوا فاكرين ان القصه خلصت على كده؟ عدى الموضوع وخلاص، مرضتش اتكلم فيه تاني علشان مخربش بيتي. وحكيت مع واحده صاحبتي قالت لي ازاي تسكتي على الكلام ده، وازاي تعدي الموضوع كده؟ انت المفروض كنت تقولي لاهلك وتقولي لاهله والموضوع يكبر، لان هو شكله كده على علاقه بواحده. برضو الشيطان رجع يلعب في دماغي تاني. لما جه بالليل من الشغل، طبعا مش في يوميها، ده بعد اسبوع مثلا، رحت قلت له فاكر الصوره اللي انا لقيتها على تليفونك؟ قال لي تاني السيره دي؟ هو انت عايزه تاخدي علقه تانيه وتباتي على السلم تاني ولا ايه؟ رحت قلت له لا 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 لا، مش قصدي والله، انا بس عايزه اقول لك ان لو الصوره دي عجباك او عجبك حاجه في البنت دي قولي وانا غير من نفسي، شوف انت نفسك تشوفني ازاي وقولي، على فكره ما تتكسفش. راح قال لها بصراحه انت فيكي شويه عيوب وانا محتاجك تغيريها، اللهفه الزياده دي محتاجك انك تبطليها شويه. بتقولي رحت سكت وقلت له حاضر عندك حق. بصراحة يا أميرة ابتدت مشاعره تتغير خالص من ناحيتي، وانا عمالة اعدي واقول مشي الدنيا ومشي حالك يا بت، انا لازم اعيش، والدنيا دلوقتي صعبة واهلي مش هيستحملوني ولا هيقدروا يصرفوا عليا. جه يوم الجمعة وقال لي هو انتي مش ناوية تروحي تزوري مامتك ولا ايه؟ قلت له هتيجي معايا؟ بجد هتيجي عند اهلي؟ بالمناسبة يا أميرة هو مقاطع أهلي وبيقول لي إن هم مش من مستواه وما يقدرش إن هو يدخل بيتهم وما بيحبهمش، بالذات مامتي ما بيحبهاش، وبيقول لي إن حركاتها بلدي وذوقها بلدي ومش من مستواه. أنت هتيجي معايا؟ قال لي لأ، أنا هوصلك وهخرج أسهر مع أصحابي شوية. الكلام ده يا أميرة كان الساعة 4:30 العصر. قلت لها خلاص يا ماما أنا هروح على البيت أسبقك، هستناكي هناك ولما تيجي نبقى نقعد مع بعض، مش مشكله. قالت لها خلاص احنا دلوقتي اساسا رايحين للدكتور، ساعه ساعتين بالكتير وهنرجع ونقعد مع بعض. طبعا يا اميره ما قلتلوش ان ماما راح تكشف ولا الكلام ده خالص، علشان خاطر لو قلتله مش هيرضى يوديني كالعاده، واتصل بماما تقول لي اهو قربنا لحد ما الساعه قربت على 12 بالليل. بصراحة كده ابتديت ان انا ازهق واتخنقت. رحت كلمت قلت له ايه هتيجي امتى؟ قال لي بقولك ايه السهرة هتطول مع اصحابي النهاردة، هبقى اجي اخدك بكرة. قلت له خلاص تمام. انا الصراحة زهقت وعايزة اروح البيت. رحت مكلمة اخويا قلت له بقولك ايه ماما شكلها هتتأخر قوي عند الدكتور، وطبعا الدكتور كل ده لسه دورهم مجاش، انا عايزة اروح، اكيد الساعة 12:30 بالليل مش هركب اوبر. اخويا قال لي تعالى وصلك، وفعلا وصلني. قلت له يلا روح انت بقى وانا هدخل البيت. قال لي ايه ده مش دي عربية جوزك؟ قلبي اتقبض يا أميرة وحسيت ان انا في حاجة غلط بتحصل او هدخل البيت الاقي مصيبة حصلت. قلت له ايوه دي عربيته، هو جوه ولا ايه؟ قلت له روح انت. قال لي لا مش هروح انا هدخل معاكي. لما اخويا دخل معايا وبفتح باب الشقة لقينا شوز بتاعت واحدة. المهم رحنا دخلنا لقيناهم فعلا قاعدين مع بعض، بس ما بيعملوش حاجة، بس قاعدين مع بعض وبيهزروا وبيضحكوا، ومعلش يعني في الكلمة بيشربوا سجاير ملفوفة. طبعا انا ما كنتش لسه شفت وشها كويس، اول ما شفت وشها اتصدمت. طلعت مين؟ طلعت مرات جارنا، وجارنا ده وكيل نيابة. انا لما شفتها كده اتصدمت، وهي قعدت تصوت وتقول لي ابوس ايديكي ابوس ايديكي ابوس ايديكي ما تفضحنيش، وتصوت وتقول لي ابوس ايديكي ما تفضحنيش. رحت سكت وقعدت على الكنبه، او وقعت من طولي على الكنبه وقعدت اعيط واتفتحت في العياط. وهو قاعد يقول لي انت اللي وصلتيني لكده، انت اللي خليتيني ابص بره، انت السبب في كل ده،
المهم كانت الست دي خدت بعضها ومشيت، وهي اصلا جارتنا. اتحايلت على اخويا وبوست ايديه انه يسيبها تمشي عشان دي وليا، ومرضتش ان انا افضحها. وفعلا اخويا سابها ومشي. وبعدين اخويا مسك فيه، وراح جوزي جايب البونبونيره اللي كانت على الترابيزه وراح فتح بيها دماغ اخويا طبعا خد 10 غرز وعايز يعمل محضر في جوزي. وجوزي قال لي اخوك لو عمل محضر فيا انا هطلقك وهمرمطكوا كلكوا وهعمل واسوي فيكوا. واخويا مصر يعمل محضر، وجوزي بيهددني انه يطلقني لو اخويا عمل محضر وحبسه. وابويا وامي مش عارفه اتعامل معاهم ازاي، وعماله اتحايل عليهم ان هم يقنعوا اخويا يتنازل، واخويا مش راضي يتنازل ويقول لي خلي عندك كرامه انا هحبسهولك، ما ينفعش تسكتي عن اللي بيحصل ده. وانا دلوقتي عايزه حل ضروري جدا يا اميره، تقولي لي اعمل ايه علشان خاطر اقنع اخويا انه يتنازل. انتي عايزه اطن رقبتك، اقسم بالله اقسم بالله ده اقل رد اقولهولك. ده انت اخوكي ده المفروض يمرمطه على اللي حصل ده. بيخونك وبيرميك على السلم وبيمرمطك وبيكلم بنات على الواتس وبيخونك مع جارتك. عايزه ايه تاني؟ مستنيه يحصل فيكي ايه تاني؟ انا مش لاقيه الصراحه حاجه اقولها لك غير ان انتي قللتي من نفسك قوي لدرجه ان هو بقى شايفك مالكيش اي لازمه في الدنيا. بس كده قصه النهارده خلصت. اللي عايز يبعت لي اي مشكله او اي حاجه يبعت على رسائل الصفحه. كل الميك اب اللي انا استخدمته وعملت بيه اللوك الخطير ده حتى العدسات هسيب لكم لينك الجروب تحت في الكومنتات. كونسيلر MN، الليب جلوس ده الجليتر ده بتاع كيس بيوتي، الروج ده بتاع مايت سينما اهو مط، استخدمته على خدودي وكشادو فوق عينيا وطبعا على شفايفي، وحطيت فوقه الليب جلوس ده بتاع كيس بيوتي. عملت اللوك ده كله بالثلاث منتجات دول. العدسات اللي في عينيا دي من نانا. لو عايزين تسألوا على اي حاجة هسيبها لكم تحت في الكومنتات. بحبكم قوي، باي باي.